السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن قصة حزينة جدا بتوجع كل قلب مصري، عن الشاب أحمد حمدي اللي غرق في مية راس البر من حوالي 12 يوم. كان معاه شباب بيستمتعوا بأجواء العيد، لكن غرق فجأة. فرق الإنقاذ المتطوعين مستمرين في البحث، وأهله لسه مستنيين ويرجع سالم، ربنا يصبرهم ويقويهم. الناس كتير بتدعي له، وده اللي يريح القلب، بس في نفس الوقت لازم ناخد من الحادث ده عبرة كبيرة. نصيحتي لكل أب وأم: خليكم دايما واخدين بالكم من عيالكم، خصوصا في الأماكن اللي ممكن تكون خطيرة زي البحر والأنهار. ومتستهتروش أبدا بالموضوع، الموت مش لعبة، ووقت الفرح لازم يكون في حرص وحماية، مش إهمال أو استهتار. بنصلي وندعي ربنا يرحم أحمد حمدي ويرجع لأهله بالسلامة لو لسه في فرصة، ويصبر أهله على آلام الفراق. خلي بالكم من أولادكم. كان معكم حسام حسن من قلب الحدث.